أهلا بيك في أول حلقة من كورس C++، بداية رحلة جديدة في عالم البرمجة. يمكن دلوقتي جه في بالك سؤال: ليه كل الناس بتتكلم عن C++؟ وليه واخدة كل الضجة دي وسط باقي اللغات؟ خليني أقولك أسرار يمكن أول مرة تعرفها. widely used، لغة منتشرة جدا بشكل ضخم، هتلاقيها في أنظمة تشغيل، محركات ألعاب، وحتى التطبيقات العملاقة. very fast، واحدة من أسرع اللغات في التنفيذ، وده السبب إنها تستخدم في مسابقات البرمجة العالمية زي ال ACBC. طبعا أسرع بكتير من لغات زي بايثون. has pointers، بتديك تحكم كامل ومباشر في الذاكرة، وده مستوى قوة ومش هتلاقيه في معظم اللغات التانية. portable أو cross platform، الكود بتاعك بيشتغل على أي نظام تشغيل سواء ويندوز أو لينكس أو حتى ماك. closer to hardware، هتتعلم إزاي الكمبيوتر بيفهم من جوه، يعني فهم أعمق للهاردوير. strong language، لغة قوية وشاملة وتقدر تغطي تقريبا كل احتياجك في تعليمك للبرمجة. supports multiple paradigms، سواء بتحب البرمجة الإجرائية أو الكائنية أو OOP، C++ بتدعم الاتنين. universities، معتمدة كأساس في التدريس الأكاديمي في أغلب جامعات العالم. big community، مجتمع ضخم، موارد لا نهائية، مواقع زي C++.com، ولسه الكلام مخلص. استراحتك، تعالى معايا الجولة التانية، هنكشف حاجات كتير عن C++. رجع ذكرياتك كده لما كنا بنتكلم عن بايثون. أيوة، لما كنا بنقول إن هي لغة مفسرة أو interpreter. تخيل معايا إن ده أنا أو أنت عادي، فجأة قابلت جندي من الحملة الفرنسية. أكيد هقف واندهش من الأمر، بس علشان أعرف أتواصل معاه محتاجين مترجم بينا. ولما سمعت اللي بيقوله طلع إن هو بيقول لي إن البرمجة ملهاش مستقبل. في لحظة الصمت وبدوء رد عليه وأقول له: ألو يا رب. أيوة، كمل شرحها. وأنت بتكتب برنامج الآلة البسيط، الكود بتاعك محتاج يترجم للغة الآلة اللي بتفهم رقمين بس، ألا وهو الزيرو والواحد، علشان يبدأ يعمل شوية بروسيس ويظهر لك مجموع الرقمين اللي انت جمعته. اشترك في القناة، فعل لايك، اكتب لي كومنت حتى لو سلبي. ال C++ الوسيط بتاعه اسمه كومبايلر، بياخد الكود بتاعك كاملا، يعمل عملية ويشوف كان في مشاكل ولا لأ، ويحوله لغة الآلة اللي بيفهمها الكمبيوتر، اللي غالبا هيظهر لك فيها ايرور في البرنامج. اجهز معايا كده يا صديقي، ان اللي جاي حقيقة بيزعل. يلا نجهز نعمل بيئة العمل المناسبة للسي بلس بلس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نبدأ نبني بيئة العمل المناسبة للغة C++، ونجهز لكتابة أول كود في اللغة. طيب احنا هنبدأ نتعلم على Visual Studio Code. طيب حضرتك لو مش حابب انك تتعلم على Visual Studio Code، هديك اكتر من اختيار ل IDE او Text Editor تانية تبدأ تنزلها وتتعامل معها طبيعي. طيب تعالوا ازاي نحمل ال VS Code. هنخش كده نسرش في صفحة السيرش على جوجل، هنكتب VS Code داونلود، هتبدأ تنزل ال IDE على حسب ال Operating System بتاعك. طيب انت قلت لي ان في حلول تانية لو انا مش عايز اشتغل على VS Code. في عندك ال Visual Studio Community، ده برنامج جبار جدا، بس اعمل حسابك انك ممكن تنزل 11 او 12 جيجا معاه. هتبدأ تنزله هنا
من الجزء ده for free download. وفي برنامج برضو IDE ظريف جدا اسمه كود بلوكس. كود بلوكس بيقولك ذا فري سي او سي بلس بلس. تبدأ تنزله. طيب احنا لو هنكمل بفيجوال ستوديو كود فالفيديو ده ليك. طيب في طريق مختصر اختصار تام، واخد شورت كات بطريقة جبارة. في الشباب اللي عايز تتعلم اللغة وتتقنها بشكل أساسي على سي بلس بلس شيل أو أونلاين كومبايلر، مش نصيحة خالص إنك تبدأ في بداية تعليمك إنك تبدأ إيه بيهم كده. لازم تنزل IDE وتبدأ تشوف المشاكل وتتعلم أكتر. طيب تعالوا كده ندخل على VS Code. ونبدأ نعمل فايل نسميه project.cpp. طيب هنكتب كود دلوقتي، بس انت مش مطالب عليك انك تفهمه خالص نهائي. طيب تعالوا كده نشوف الاكستنشن اللي هننزلها تساعدنا ان احنا نشغل الكود. في الاول اكستنشن هيبقى C/C++. الاكستنشن ده محتاجين ان احنا نعمله انستول. في البداية بيقولي ان احنا محتاجين ننزل معاه C++ كومبايلر و C++ ديبجر. دي خطوة صعبة اللي احنا محتاجين ننزل حاجات باكج عندنا على الجهاز. طيب هنخش كده على صفحة جوجل كروم، هنكتب my sys2. برنامج ظريف جدا لازم ننزله من هنا. هو نازل عندي بس محتاجين ايه نسطبه مع بعض. طيب تعالوا كده نسطبه. نيكست على السي، نيكست. طيب تعالوا ندردش كده شوية لحد ما يبدأ ايه يعمل اب شيكينج. تعالوا كده ندردش شوية مع بعض اول ما بيعمل انستولينج.
لازم في البداية انك تدوس في وتتعمق في المشاكل، بحيث انك انت لو خدت طريق الشورت كات وتعلمت مثلا سي بلس بلس شيل او اونلاين كومبايلر، ده مش هيساعدك انك تبقى تنين في عالم البرمجة. والله بفكر ان انا اوقف الفيديو عشان بس في الوقت. طيب بعد ما دوسنا فينيش للبرنامج واتسطب، فتح لنا شاشة التيرمينال دي. طيب جهز نفسك بقى علشان ايه؟ هنبدأ ننزل حاجات كتير لحد ما تزهق. طيب نفتح بس ايه القائمة دي. كده احنا اول حاجة خلصنا داونلود لمايسيس. طيب في البداية كده مش شرط دايما انك انت تعمل حاجات تنزلها باكستنشن موجودة على الاي دي اي. في بعض حاجات انك محتاج تنزل لها باكج خارجية، وتضطر برضو انك تتعامل معاها مع السي ام دي. طيب جهز نفسك. انا مثلا لو مش عارف الحاجات الفلاجز اللي موجودة في الباكج اللي هنستخدم منها حاجات كتير دلوقتي، فبضطر مثلا علشان اعرف اجيب كل الحاجات اللي موجودة بكتب باكمان سلاش اتش. دي الحاجات الفلاجز الموجودة في الباكج. هنستخدم منها مثلا موجود عندي زي الفيرجن والداتابيز والفايل والكويري والريموف، حاجات كتير جدا. تمام. زي ما عرفنا وتعرفنا عن الباكج اللي اسمها باكمان، هنبدأ نكتب باكمان اس واي يو، ندوس انتر. هيبدأ ينزل لي بعد حاجات، ويشوف لي الثينورايزنج الباكج اللي في الداتابيز. بعد ما عمل تشيك وشاف لي الحاجات اللي محتاجة تتنزل والابجريد اللي نزلت المساحة، فهيبدأ يقول لي ايه انت محتاج ان انت تتعامل تاني. اقول له ايوه. تمام. كده بعد ما كله كومبليت، هيبدأ يسألني بقى هل انت عايز تعمل بروسيس تانية، فبقول له يس. طيب بعد ما قفل معايا التيرمينال، فهبدأ اسرش عليه. اقول له اكتب ام سيس، هيفتح لي الويندو دي. نبدأ نكبر الفونت كده شوية، لازم نكبر الفونت لان احنا هيجي علينا وقت وندور على حاجات كتير. طيب احنا خلصنا. طيب تعالوا كده نشوف الحاجة اللي احنا خلصنا، نطلعها فوق شوية. طيب هنبدأ نكتب باكمان سلاش اس يو. طيب هيقول لي محتاج ان انا نعمل بروسيس تانية او عملية تانية، فهقول له يس. هقول له نو. هيقول لي شكرا.
تعالوا بقى نقفل معاه ونفتح ماي سيس 64 بت. هتلاقيه عندك على الجهاز. كبر بس الفونت واجهز ايه اللي جاي. طلع دي فوق. تمام. هنكتب باكمان سلاش اس كابيتال سمول جي سي سي. هيبدأ يقول لي ايه؟ اختار نوع الكومبايلر اللي عايز تحمله. طيب احنا عايزين نحمل الكومبايلر اللي بالنوع ده، فتعالوا كده نبدأ نشوف ايه الكومبايلر اللي مطابق عليه الاسم ده. دوروا معايا يا شباب، يا شباب اللي اي يقول لي. اهو لقيته، اخيرا لقيته. حتى بيقول لي ايه؟ كومبايلر كولكشن سي سي بلس بلس. تمام، ناخده كوبي، ننزل تحت ننزل تحت، ونقول له باكمان. فكرني بلعبة باكمان القديمة دي. ويندوز بيست. طيب awesome. بدأ عمل لي داونلود لكل الكلام ده كله. طيب تعالوا نعمل عملية تانية. كده نزلنا كومبايلر، هيبدأ ايه؟ ينزل معاك الباكجز كلها. طيب ما تزهقش ما تزهقش، ده لسه. صحيح. ابدأ اتعلم ازاي تشوف المشكلة وتواجهها، ما تشوفش الشورت كات ليها. ليه؟ لان ممكن بدل ما تحفظ انت مثلا حفظت ستيب باي ستيب باي ستيب، لكن انت في المستقبل ما تعرفش، ممكن الستيبس دي ممكن تتغير، لكن انت لو فهمتها مهما تغيرت برضه هتعرف تواكب الامر. طيب هاجي اقول له كده، بس ما ننساش هاجي اقول له ايه؟ باكمان سلاش اس كابيتال سمول
جي دي بي. جي دي بي تمام. ندوس انتر. تمام كده المفروض اشوف الديباجر المطابق عليها الاسم ده. طيب تعالوا كده نلبس نظارة الميكروسكوب. طيب يا شباب اللي يلاقيها يكتب لي في كومنت. لا هي دي صح. من جي دبليو. تمام تمام. لا مش دي. اهي من جي دبليو 64 سلاش. تمام تمام هي دي. حتى بيقول لي ايه الديباجر. تمام ناخدها كوبي. يا لا الهول. كوبي. نكتب باتمان سلاش اس كابيتال ونعمل بيست. عصير بيست ليه الكلام ده كله معلش على القلش. ندوس انتر. هيبدأ بقى ايه ينزل لي الكلام ده كله. والله الواحد قاعد ولا حاسس ان هو هاكر في زمانه. احلى حاجه في تعامل شاشات التيرمينال دي بتحسسك بجنون العظمه. هو دلوقتي بيبدأ يحمل ايه الباكج الديباجر. ايه الايرور ده؟ ايه ده؟ رب ما يكون في مشكلة. حمل لو سمحت حمل. حد يقول لي انا ليه اتعب نفسي؟ ما انا ممكن افتح سي بلس بلس شيل او اونلاين كومبايلر. فكانت نصيحتي ليه ان بلاش يمشي في مسار الكاتس، خليك ماشي في مسار الدراجونز. حمل لو سمحت. كده كله تمام. تعال بقى ايه نطلع ده فوق. نبدأ ايه نتشيك الفيرجنز اللي نزلناها. طيب تعالوا ممكن كده نشوف الجي سي سي فيرجن. طلع لي ايه الفيرجن بتاعت الجي سي سي. تمام
جي بلس بلس فيرجن. تمام، طلع لي بتاعت الفيرجن بتاعتها. طيب تعالوا كده نشوف الديباجر. جي دي بي فيرجن تمام 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 تمام. ايه تمام، طلع لي الفيرجن بتاعتها. اتخضيت من لهوة المنظر بس. تمام، تعالوا كده نقفل الكلام ده كله، نفتح السيم دي عندنا. نبدأ لو قلنا مثلا الجي سي سي فيرجن قال لي is not recognized، يعني هو مش عارف يتعرف عليها. ليه مش عارف يتعرف عليها؟ طيب تعال نفتح كده ايه فايلز، ندخل على المايس اس 64، هندخل على المين جي دبليو 64 على البن، هتلاقي فيها ايه الحاجات اللي احنا نزلناها. طيب علشان يبدأ يتعرف عليه هناخد المسار ده كوبي، تمام، ونخش على ايه على edit the system environment variables، هندوس على settings environment variables، بعد كده هنخش على الباس edit، هندوس new ونضيف الباس اللي احنا اخدناه كوبي، هندوس اوكي اوكي اوكي. طيب تعالوا كده نفتح السي ام دي، نكتب جي سي سي فيرجن، ظهر معايا ايه الفيرجن اللي احنا حملناه الكمبيوتر. تعالوا كده نشوف الديباجر جي دي بي سلاش فيرجن، ظهر ايه معايا كل حاجة تمام. طيب تعالوا كده نخش على الفيجوال ستوديو كود، كده زي ما انتم شايفين مش ظاهر اي خطأ. تعالوا كده نجرب الكود، تلاقي لي ايه hello world. طيب انت مش مطالب عليك انك تحفظ الاكواد او تفهم الاكواد دي، ان شاء الله هنشرحها في دروس قادمة ان شاء الله. وبكده خلصنا ازاي نجهز بيئة العمل المناسبة لأكواد C++، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.